السلام عليكم متابعي الكرام. بالنسبه للوصفه ديال اليوم ان شاء الله فهي عباره عن خبز البانيني، وهذا الخبز اللي كيتستعمل لتحضير لي ساندويتش. بالنسبه للمقادير فهي كالتالي: 250 غرام دقيق، 10 غرام من خميره الخبز، ملعقه كبيره زيت زيتون، رشه ملح، و160 مليلتر من حليب وماء، اي 80 مليلتر حليب مخلوطه مع 80 مليلتر ماء. ممكن هاد الكميه تنقص او تزيد حسب العجينه، اي الكميه المقدار اللي غادي يجمع لنا العجينه. نبدا على بركه الله. هنا كما كتلاحظوا وضعت في اناء ديال العجينه، وممكن تعجنوا فقط باليد، وضعت الدقيق وزيت الزيتون والخميره والملح. نخلطوا كلشي، ثم نبدا نضيف السوائل شويه بشويه على ان تكون دافئه. هنا الا لاحظتوا ان خليط ديال السوائل ما كانش كافي الدقيق، فغادي تزيدوا شويه ديال الماء حتى تولي لكم العجينه او حتى يتجمع لكم الدقيق. هنا انا ضفت تقريبا واحد 2 معالق ديال الماء، ثم نخلي الكل يتعجن. العجينه خصها تكون على هذا الشكل، كتكون مرخوفه شويه. هنا غادي تلاحظوا القوام ديال العجينه كيفاش خصها تكون، كتلصق شويه بالاصابع، حيت الا درتوا العجينه تكون قاصحه. فملي غادي تبدا تنفخ العجينه في الفران غادي تشقق لكم الخبز ديال البانيني. هذا كنديروا عجينه تكون خفيفه، ثم غادي نغطيها. هنا بعد ما غطيتها غادي نخليوها تخمر في بلاصه دافيه حتى تضاعف الحجم ديال العجينه. بعد ما تضاعف حجم العجين كتلاحظوا الشكل ديالو، غادي نزولوا الهواء اللي في الداخل ديالو بهذا الشكل. ثم نرشوا بشويه ديال الدقيق، ثم نحاولوا نعملوا كريات صغيره بهذا الشكل. بالنسبه للمرحله ديال تشكيل خبز البانيني على هذا الشكل، كنحاولوا اننا نلفوا العجينه بهذا الشكل، ثم غنبداو نجمعوا هاد الجوانب. هنا خصو كامل يتسد. بهذا الشكل، ثم هاد الجهه اللي لاقيناها خص تبقى في التحت. كما كتلاحظوا، ثم كنوضعوهم في صينيه مفروشه بورق الطهي او بطابي سيلبات، وكنغطيوهم كنخلوهم حتى كيخمروا تقريبا حسب درجه حراره المطبخ. ممكن تاخذ من ساعه الى ساعه ونصف. هنا بعد ما خمر الخبز ديال البانيني غادي ناخذ القليل من الماء
وندهنوا به وجه البانيني. والسبب باش ملي كيطيبوا لي بانيني ما ينشفش الوجه ديالهم ويبقاو قاصحين، باش يبقاو رطبين وطريين. ما تضغطوش عليهم باش ما يهبطوش. بهذا الشكل. ثم كتدخلوهم الفرن ساخن على درجه حراره 180 درجه فقط حتى يتنفخوا ويتماسكوا بدون ما نخليهم انهم يتحمروا. كتفوت دقيقه على الطياب. غادي تحاولوا انكم تقبوهم بشي فنيته على هذا الشكل باش ما يتشققوش لينا من الجناب. نخليهم يطيبوا. بعد ما كيطيب خبز البانيني كنخرجوا الصينيه من الفرن وكنغطيوه بشي زيف باش يحافظ على السخونيه ديالو ويرطب. ثم كنلاحظوا هذا هو الشكل ديال خبز البانيني، ما مشقق ما والو. والسر كيكمن ان العجينه خصها تكون خفيفه. ثانيا يتدهن بالماء، الفران ما يكونش سخون بزاف. رابعا خصنا نتقبوه كما كتلاحظوا فهو طري بحال بونج. وهنا غنقطعوه باش نشوفوا القوام من الداخل. كما كتلاحظوا النتيجه كيجي خفيف. نزيد نحلو مازال باش يبان لكم القوام ديالو. كما كتلاحظوا فكيجي خفيف ورطب وما معجنش من الداخل كما كتلاحظوا. نتمنى ان وصفه اليوم تنال اعجابكم. كذلك ممكن انكم تجمدوا هذا الخبز وتستعملوه لتحضير سندويشات لعائلتكم. كذلك انا دائما ما كنشريش خبز البانيني، كنفضل انني نحضره في الدار. اولا كيكون حاجه مصيبه بيدي وعارفه كي مصايبه. ثاني حاجه كتنقصوا عليكم الثمن ديال خبز البانيني. يعني من 4 ديال الدقيق صوبنا 4 ديال لي بانيني. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو صدر دجاج مقطع الى قطع صغيره، بصله مقطع الى مربعات صغيره، فص ثوم، توابل مكونه من سكنجبير اي زنجبيل، ملح، الخرقوم اي الكركم، والابزار او الفلفل الاسود، وزيت المائده للطهي. كناخذوا مقلاة على نار متوسطه، كنوضعوا الزيت ثم الدجاج وكذلك التوابل الخرقوم، الفلفل الاسود، الزنجبيل والملح. ثم كنخليو وعفوا فص الثوم كنخليوه كله يتقلى. ثم كنعطيو المقلاة ونقصوا عليه العافيه على عافيه مهيله حتى يطيب لينا الدجاج. في نفس الوقت اللي كيطيب فيه الدجاج كناخذوا مقلاة اخرى كنوضعوا فيها شويه ديال زيت المائده والبصله، شويه من الملح والفلفل الاسود، وكذلك حتى هي كنخليوها باش تقلى. بعد ما كيطيبوا قطع ديال الدجاج وكينشفوا من الماء كنضيفوا البصله حتى هي اللي مشحره وكنخلطوهم الكل باش يتشربوا نكهات بعضياتهم. نخليهم تقريبا واحد 2 دقائق ونطفيو عليهم. ثم بالنسبه المرحله الاخيره انا غادي نعمروا الخبز ديال البانيني. الحشوه اللي حضرنا خليط من الخضر اي الخس والخيار والطماطم مقطعه الكل قطع صغير، والقليل من كيتشاب مخلط مع شويه ديال المايونيز فرماج ساندويتش. كناخذوا شويه من الصلصه كنضيفوها الخضر نخلطو، كناخذوا كذلك القليل من الصلصه كندهنوا بها الخبز. بالنسبه
بالنسبه للحشوه فلكم اختيار اي حشوه، ممكن تستعملوا كذلك الكفته. كنوضع شرائح ديال فرماج ساندويتش، ثم القليل من الحشوه، ومن الحشوه ديالنا الخبز البانيني واجد. من بعد كنسدوه وكنبريسيوه في الاله ديال البانيني. وهذا هو الشكل النهائي لوصفه اليوم. نتمنى انها تنال اعجابكم، ودمتم في رعايه الله.